لو عرفت ان تم تسريب بيانات حسابات لاكتر من 3500 عميل في احد اكبر البنوك الايطاليه، اول حاجه هتيجي في بالك اكيد هاكر، اكيد اختراق تم من خارج البنك، ولكن الحقيقه ان الاختراق تم من داخل البنك. في الفتره ما بين فبراير 2022 لابريل 2024 موظف في احد افرع بنك انتيسا سان باولو في بلد صغيره قدر يسرب بيانات لعملاء بارزين لخارج البنك. ازاي طول الفتره دي محدش قدر يكتشفه؟ وهل البنك لا يملك الادوات اللي يكتشف بيها تسريب زي ده؟ وهل المفروض انا ما اثقش في اي حد؟ زيرو تراست دي واحده من اهم المصطلحات في مجال امن البيانات في عصرنا الحالي. زيرو تراست يعني انك مش بتثق في اي جهاز او شخص حتى لو داخل شركتك او متصل على شبكة الشركة بتاعتك. باختصار مفيش ثقة تلقائية لأي حد سواء كان داخل أو خارج النتورك، داخل أو خارج شبكة الشركة. زيرو تراست بيتحقق من خلال مجموعة من العناصر والإجراءات زي التحقق المستمر من خلال مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، عملية تحقق مستمرة لكل المستخدمين سواء كان من داخل أو من خارج الشركة. تقسيم الشبكة، إنك تقسم الشبكة بتاعتك لعدة مناطق أو زونز، ده بيقلل التأثير لو حصل اختراق من جزء من أجزاء الشبكة، وده بيحجم مخاطر الاختراق وبيمنع المخترق من إن هو يتسلل لأجزاء تانية داخل الشبكة. Identity and Access Management، وده تطبيق سياسة الوصول للبيانات بناء على الهوية، يعني بتحدد صلاحيات كل شخص داخل الشبكة بحسب دوره في الشركة. داتابيز فايروول، داتابيز اوديتنج، ودي واحدة من الحلول المهمة جدا اللي من خلالها بتحط سياسات الدخول لبيانات معينة، بتتبع الإجراءات والعمليات اللي بتتم على البيانات ديت، وبتحط سياسات من خلالها بتسمح لمستخدمين معينين بناء على شروط معينة الدخول لبيانات داخل قاعدة البيانات أو منعهم من الدخول للبيانات. User Behavior Analytics، ودي أداة بتستخدم الذكاء الاصطناعي ال AI لتحليل سلوك الموظفين داخل الشبكة. لو موظف بدأ يعمل حاجات مش طبيعية أو يدخل على بيانات حساسة بدون مبرر، مجرد محاولاته ديت بيتم رصدها من خلال الأداة وتحليل سلوك الموظف أو المستخدم بناء عليه. في أدوات كتيرة وإجراءات كتيرة، ولكن المهم تعرف إن العامل البشري هو العامل الحاسم في أمن البيانات. وزيرو تراست مش مجرد أداة، هو أسلوب لو تهاونت فيه ممكن تعرض بيانات شركتك وسمعة الشركة لمخاطر كبيرة جدا.